غيروا لي الجهاز الفني ده دلوقتي. معايا كنتاكي وواحد بشعر. لفت انتباهي مهاجم ثعباني بالتحديد اناكوندا مصطفى محمد، لواء قناص داخلي خارجي حربي، هدفه زعزعه الاستقرار والقضاء على القوم اللي بيحكوا على اللي منهم. السلام عليكم، وحشتوني جدا. انا عارف اني بوظت انجازاتي باني انزل الفيديو في نفس يوم الماتش، بس ده لاسباب بره ايدي. امتحانات، اليوتيوب يحذف لي يجي دقيقه ونص من الفيديو اللي فات، كان فيديو رهيب والله بس اتحذف منه كتير، بس مش مشكله. انا ان شاء الله عندي امل في الماتش دوت انه يمشي بشكل كويس، وعايز منك لايكات، شير، تعليق، اشتراك، دلعني. يلا بينا. بدأ ماتش مصر وبوركينا فاسو بان محدش فيهم ايه ده؟ يعني ايه مصر تجيب جولين في 7 دقايق؟ احنا بنجيب 5 تجوال في البطوله، ليه نستهلك منهم 2 في ماتش واحد؟ تبذير. واعتمد حسام حسن على 3 مفاجآت، 2 منهم في اول 7 دقايق عشان يبسطك، والثالثه من الدقيقه 40 لحد اخر الماتش عشان يفقعك. وما تنساش اصلك في انك لازم تفرح بالمفاجآت برضه. اما المدير الفني لبوركينا فاسو فكان عارف انه لازم يغلبنا بره الملعب، فحضر خطه تعمينا بيض وبصل وسمك وقرنبيط، بس فشل لان الاستاد كله تكييفات، فاطلق الخطه وكسبنا. المهم الشوط الاول كان شوط متسرع زي احداثه اللي بدات في الدقيقه 3 بعد عرضيه من تريزيجيه تخبط في واحد من ابناء فاسو وتوصل لمناحم بيجن اللي يعرضها تاني وتوصل لتريزيجيه تاني، وهوبا 1-0 لمصر. وبعدها في الدقيقه 7 عرضيه ما حدش فاهمها غير اللي رافعها يطفشها واحد في الساوي وتوصل لتريزيجيه اللي يعطيها فينتو، هوبا 2-0 لمنتخب مصر، ويمشي بينا الشوط بلا هدف. بس انا عندي هدف، عايز ابسطك وعايز اوصل بقى، فخد ملخص الشوط الاول من وجهه نظر الراجل التعبان الشقيان اللي عايز ينام من امبارح. شعب فاسو الشقيق، ابسطوا، مفيش كتمه في استاد، دي اعراض اشعاع نووي ولا ده سبوت اضاءه موفر؟ انت ليه مصر تثير الجدل يا نجم؟ لا الدماغ دي تمسك مدير اداري للمنتخب، طب وانا انت بلاطه زينا امسك مدير امن. انا زيك يا صلاح، بشرب ديتسي وباكل تبسي، واما اكبر هعلي عليك هاكل ناس. احلق الشنب، احلق الشنب والسوالف، احلق اللي يقول لك على الحج كامل اعمله. غيروا لي الجهاز الفني ده دلوقتي. معايا كنتاكي وواحد بشعر. نشيد الكرومبا فاسو يا ام الهباب. انا ما ردتش نشيد ما فيهوش تمجيد لملكتنا الفقيده. ايه دي؟ ده فسا يا امام. هو ناوي يقدم على الجنسيه عندنا ولا ايه؟ هو خط الجول في ليفربول 52 يارده ولا ايه؟ ايه حكايه القذائف اللي بيطلقها مناحم جنب الركنيه دي؟ شوف جدعنه المصري يا فساوي يا صغير، ادانا الكره وراح يلعب في ماتش تاني. سلام. شامم ريحه الخطر ولا دي رنجه تبسوبه ما تنكرهاش. كتر عيش قوي كده. المدرب ده هيجنني، قاسم نفسه 2 من ضمنهم واحد بشعر. اشمعنى انا؟ ما انا زرعت شعر نبت فول سوداني. حسام انت مجهز خطه عشان لو اتعادلوا؟ جايب معايا حزامين طاقه فضه ننزل نفلقهم. الشر ما تسيبنيش يا ضبش، هروح فين من بعدك؟ سامية هتجوزها ازاي؟ ده ايه، شطافه ولا ازازه شامبو؟ مش عارفين نتفضلوا ليه؟ في ظروف اخرى ومواقف منك اخرى كنت هزيط لك واديك حقك عشان بحبك، بس انت اللي اتغيرت. لا دي منجسه بقى، ما تجيبش سيره جدنا الاكبر على لسانك. ده تاكلينج ولا هجره غير شرعيه؟ هو راح فين؟ واللعيبه راحت فين؟ ايه الفراغ ده؟ استفدت ايه وانت بتدمر صورتي وبتبهدلني قدام هبوه وبس بناتي؟ الحمد لله على السلامه. ما تجرب تدوقنا طعم ال 300 لايك بقوه الحب. يلا بينا. عارف ده الوقت الايه؟ ده الوقت اللي بقول لك فيه اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي مهاجم ثعباني بالتحديد اناكوندا، المرشح الاول لجائزه الحذاء الذهبي من عندي، يهوى صناعه الاهداف وتسجيلها لكن مش بالضروره ينفذها. مصطفى محمد. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستديرة، وأحط لكم باكتشافات جديدة هتغير من مسار الكورة في الجيزة وغدوغو وفاسو. مصطفى محمد لواء قناص داخلي خارجي حربي، هدفه زعزعة الاستقرار والقضاء على القوم اللي بيحكوا على اللي منهم. فلو بصيني على ميلاد مصطفى محمد سنجد ولد في نوفمبر عام 1997. 1997 هو العام الذي حدث به الانقلاب العسكري في تركيا في 28 فبراير. تركيا 28 فبراير، تركيا التي بها نادي غلطة سراي، نادي غلطة سراي الذي لعب له مصطفى محمد 28 فبراير. سيبك من فبراير، امسك في 28. 28 هو اليوم الذي ولد به مصطفى محمد، وهو مجموع مبارياته مع الداخليه واهدافه مع طلائع الجيش. هتقضوها لي عيش وحلاوه عشان بقفي. طب خد النتنه. يرتدي مصطفى محمد التيشيرت رقم 31 مع نادي نانت الفرنسي، نانت الفرنسي الذي سجل مع مصطفى محمد 14 هدف، 31 بعكسها اصبحت 13 و14 هي جولات دعم الحكويين في الدوريات الاوروبيه التي احنا مش منها الحمد لله يا رب.
والذين طلب ابو تريكه بعدم المشاركه بهم. عدم المشاركه 13 و14. مصطفى محمد يرفض المشاركه مع نادي نانت الفرنسي في جولات دعم الحكويين 13 و14. 13 هو رقم مصطفى محمد انعكس مع نادي نانت الفرنسي. 14 هو عدد اهداف مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي. ما تسيبوا الانسان على حاله يا شويه درجين. طب خد الناحيه الفرنسيه. يلعب مصطفى محمد في نادي نانت الفرنسي. الحمله الفرنسيه التي كانت بقياده نابليون بونابرت. نابليون الذي هزم المماليك في موقعة الاهرام او امبابة. الاهرام وامبابة الذين في الجيزة التي اتى منها مصطفى محمد. وبشق الخيوط اذن مصطفى محمد لواء قناص داخلي خارجي حربي هدفه زعزعة الاستقرار والقضاء على القوم اللي بيحكوا علمتهم. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه العظيمه دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. سلام. الحمد لله على السلامه. الافتقاد الجاحد ده بيجبرني اقول لك اللي حصل في الشوط الثاني. كان شوط فتاء جابت فيه بوركينا فاسو جول تعبان كده، وعشان كده قررت اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر المعزه اللي انا لقيتها بالصدفه في شنطه عندنا. مفيش حاجه تفرقنا عن بعض ابدا. هو ماسكني ازاي؟ انا غاز يعني لا امسك مثل الماده الصلبه ولا اقابلك مثل الماده السائله. ايه انتوا فاكريني نسيت الكوره؟ انا ما بعرفش العبها اصلا. انا بتعرض للعبط الركناوي. ما هو يعني العبها عادل يا نجنس علي معلول يرفعها ونخلص بقى. خد على زربعة الكابتن مجود. اهم حاجه الطلوع الهادي بالهجمه، لان دول لو فاجئناهم وكركبنا بطنهم هنزعل كلنا. اقعد على بعضك. ايوه ما انا قاعد على اقعد على بعضك. ما انا قاعد على اقعد على بعضك. لازم اعمل المستحيل عشان شوبير ياخد فرصته، حتى لو وصل الامر ان نلبس جول وضيعنا. مش هضيع شوبير مني زي ما ضيعت ايمن. كل دي افيهات ملهاش علاقه بالواقع. خد الفيديو بالحب. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. وفعلا الفيديو الاخير اللي انا عملته ضايقني جدا، لان انا عملت فيه شغل حلو قوي وطبقت عليه وكنت عامل فيه مجهود فعلا كويس، بس حاسس في اليوتيوب دوت كان مستفز واحبطني. بس ده مش مشكله، يا ريت نعوض بعض في الفيديو دوت. تعمل شويه لايكات، تعليق حلو، الحاجات دي بتفرق معايا فعلا جدا. ونقطه مهمه، علق بحريه. لو الفيديو عجبك علق تعليق حلو، ولو مش عاجبك ما تعلقش عشان ما اقبلش الراي الاخر. بتضايق بصراحه. فكل الحب ليك وبس كده. انا كده خلصت. سلام.